السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معانا حاجة في منتهى الجمال والروعة. ممكن تحطيها في اللانش بوكس الأولاد. ممكن لما يجوعوا، طبعا في الشتاء دي أساسي، لأن طبعا بالليل كلنا بنبقى جعانين وبتبقى حاجة بتدفينا كده، بالذات بقى لو تاكليها سخنة كده بتبقى فظيعة. عايزة اقول لكم الوصفة دي، يعني احنا بنعملها من سنين السنين. دي والدتي على طول بتعملها لنا وانا بحبها على الطريقة دي. تمام، نبتدي مع بعض الوصفة. هنا انا كان عندي، كنت جايبة اللبن وراب مني. طبعا بس كنت لازم اعمل بيه حاجة، فاخدت منه كوباية لبن رايب، عليها كوباية مية. حابة تستعملي اللبن الرايب كله ومفيش ادنى مشكلة، حابة تستعملي مية استعملي مية، لبن بودرة استعملي لبن بودرة، بتمشي مع كل حاجة. ما تقلقوش، يعني ما توقفوش، اعملوا. تمام. وبعد ما حطيت اللبن والمية حطيت عليهم، انا بحب ازود السكر شوية، فانا حطيت حوالي 6 معالق سكر على الكيلو. انا هعمل كيلو دي، حطيت 6 معالق. حابة تقللي قللي، بس يعني لو هتعمليها فاضية تحبذ تبقى مسكرة. وعلى فكرة العجوة ما عادتش زي زمان المسكرة اللي طعمها حلو، بحس انها ما عادتش مسكرة. المهم، بعد ما حطيت السكر حطيت كيس خميرة عندي كامل، حطيته وسبتها شوية لما الخميرة تفاعلت. تمام. وهنا انا عندي كوباية سمنة. ممكن تعملي سمنة وزبدة، ممكن سمنة وزيت، ممكن زبدة وزيت، مش هتقولك لا. يعني بصي، ويا سلام بقى لو عندك سمنة بلدي، مش قادرة اقولك هتطلع حاجة تانية. هنا بقى انا عندي معلقة كبيرة مطحونة شمر على ينسون. بصي بتنقلها لك في حتة تانية خالص خالص خالص، يعني الطعم بيبقى مختلف، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. لو انت ما انتش حابة تحطيها، حطي كيس فانيليا، يعني ربع معلقة فانيليا كده بس. صدقيني الشمر واليانسون تحفة. احنا بنجيبه وبنحمص الشمر الأول، وبحط عليه اليانسون يتحمصوا شوية، وبعدين بطحنهم وبنخلهم وباخد البودر. صدقوني بينقل الحاجة اللي بعجوة بالذات، بينقلها في حتة تانية. هنا بقى انا عندي كيلو دقيق، طبعا دقيق تقيل عليا فقلت اما نخله شوية واوريكم. لازم تنخلي الدقيق عندك، دقيق معجنات يا جماعة، لازم دقيق معجنات ومخبوزات. ده اللي بينفع أوي معانا في الحاجة، في المخبوزات والحاجات دي، ودي ما بتاخدش معاكي شغل كتير وعجين كتير. هنا طبعا انا حطيت ربع معلقة ملح، والملح ما بيتحطش مع الخميرة، لأن لو حطيت الملح مع الخميرة في السوائل دي هيبطلك مفعول الخميرة نفسها. فالملح حطيه مع الدقيق مش مع الخميرة. تمام، ناخد بالنا من الحاجات دي لأن دي بتفرق معانا جدا 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 في ان نطلع الحاجة هشة وجميلة. تمام. انا بعد ما حطيت الملح هبتدي ان انا يعني احاول ان انا المضرب اشيل منه كل السوائل كده واضربها شوية بشوية، وبعدين ابتدي بقى ان انا اعجن. دي مش هتاخد منك 5 دقايق على بعض في العجينة، هتبقى طرية وسهلة جدا جدا، بتتعمل بكل سهولة. هنا بقى ابتدي ان انا اشيل كل الحاجات اللي في المضرب عندي، عشان ابتدي اعجن كويس. شايفين انا بضرب المضرب من طروفه، ده اللي هينزلك، لكن لو ضربتيه من الايد مش هينزلك حاجة. تمام. هبتدي بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعة، هي أخدت معايا كوبايتين سوائل، يعني مثلا كوباية اللبن على كوباية المية وكوباية السمنة. أنا إلى الآن ما زودتش أي حاجة، يعني لسه ما زودتش. وما تزوديش في كمية السوائل، امشي بالمقدار ده كده شوية وشوفي هتوصل معاكي لإيه. لو تلاقيتها محتاجة حطي، ما تلاقيتهاش محتاجة ما تحطيش، عشان أنواع الدقيق قلت في فيديوهات كتيرة بتختلف من نوع لنوع. ممكن دقيقي ياخد الكوباية التلات كوبايات سوائل، ممكن دقيقك ياخد أكتر. فعلى حسب، لازم نحاول ان احنا في موضوع الساعة عشان ما نضطرش نحط دقيق وتخشي في متاهة ملهاش لازمة. فقللي سوائل احسن. هنا زي ما انتوا شايفين انا بعجن كويس قوي العجينة عندي. العجينة لازم تخدميها كويس، اي عجينة لازم تخدميها وتنعم معاكي. طبعا دي غير العيش الفينو، العيش الفينو لازم يتخدم كويس قوي قوي قوي.
يعني تعجنيه 10 دقايق، لكن دي ما بتحتاجش كده، اقل بكتير من كده. فانا بقى وانا بعجنها حسيت ايه، ناشفه شويه، فحطيت معلقه ميه بس. يعني هي اخدت معايا كوبايه ميه على كوبايه لبن، كوبايه سمنه، ومعلقه ميه. يعني هنحسب السوائل، سيبك من الدهون، خلينا في السوائل. كوبايتين سوائل مع معلقه ميه. الدقيق بتاعي ما اخدش اكتر من كده، ممكن دقيق ياخد اقل. ناخد بالنا من الحته دي. انا عايزاها ناعمه وطريه، كلها حنية، عايزاها ناعمة يعني عشان خاطر دي قرص طرية، مش عايزاها اللي هي الناشفة. فمش هينفع. شايفين اهي دي المعلقة اللي انا بقول لكم عليها، معلقة بالظبط اخدتها على ايدي. فهي سهلة وبسيطة جدا. وابدأي عجيني لحد اما العجينة ما عادتش تلزق في ايدك. هتلاقي ان لو في ايديكي فيها عجينة تفضلي تعجني لحد اما تلاقي ايه، مفيش عجين في ايدك. زي ما انتوا شايفين انا جريت الفيديو شوية عشان طبعا مش هتصبروا معايا وانا بعجنها، بس زي ما انتوا شايفين انا عجنتها كويس قوي قوي. وهسيبها ترتاح عقبال ما اعمل العجوه. جبت معلقه سمنه صغنونه جدا وحطيتها على العجوه، وبدات ان انا ايه، ادمج السمنه مع العجوه. حابه تحطي سمسم حطي، حابه تحطي قرفه حطي. انا ما بحبش ولا قرفه، ويعني ايه، بحب السمسم بس عيالي، ابني ما ينفعوش وهو بيحب الحاجات دي. طبعا هنبتدي بقى ان احنا ايه، نحشي. هنا بقى انا بجيب كوره، انت اللي تقدري تحددي عايزاه حجمها قد ايه. انا بحبها تبقى وسط. انا جبت كوره حوالي يعني 60 جرام، 59 كده. وجبت حته عجوه وفردتها زي ما انتوا شايفين وحطيتها. وبدات ان انا اجيب طروف العجينه واغطي بها العجوه، واعملها زي السره كده، واقفلها كويس قوي والفها واخليها متساويه. شايفين، بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها دايره ومتساويه. وخلصت معايا اول واحده، سهلة جدا. هنعمل واحدة كمان. هجيب قطعة عجينة حوالي 60 جرام، عايزة تصغريها صغريها براحتك. وابتدي ان انا افردها زي ما انتوا شايفين. واجيب حتة عجوة عندي مكوراها وفردها زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اجيب حتة العجينة واحطها على العجوة، بحيث ان العجوة تبقى متدارية خالص، عشان لو عندك عجوة ظهرت ودخلتها الفرن هتنشف وهتبقى مش حلوة وهتلزق في الصاج. واعملها زي السره كده، واجيب بالحتت الزياده من العجينه والفها كويس معايا. ما تبططهاش قوي، عايزه تبططيها او تبقى اكبر من كده، بس انا بحب تبقى كده، بيبقى شكلها صغنون وكيوت، ولسه هتخمر ما تنسوش، عشان ما تبقاش كبيره قوي قوي كده وتحسي ان انتوا بتاكلوا ايه يعني. هنا انا بعد ما خلصت الكميه طبعا هسيبها تخمر وادخلها في الفرن على الرف الوسط على درجه حراره 200. هتاخد معانا حوالي من 15 ل 12 دقيقة. وبحط بولع الشواية لحد ما تاخد لون بس. وبتطلع معانا زي ما انتوا شايفين، انا ولا بدهن صاج ولا بدهن وشها ولا بدهن حاجة. تطلع معانا حكاية. شايفين، طرية ومحشية بالعجوة وطعم الشمر واليانسون حكاية. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. متنسوش تعمل لايك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.